ناحي وبوفال تألقوا بشكل كبير جدا مع منتخب المغرب، وهناك أقاويل كتير ان في عروض كتيرة ليهم، خصوصا أناحي اللي قالوا ان في أندية كبيرة وأسامي كبيرة جدا. هل هناك عروض؟ هل في نية لبيعهم؟ هل فعلا وصل بالفعل عروض من أندية كبيرة زي ما سمعنا؟ Alors, ouais. Alors, tout d'abord, un club comme بالطبع فالنادي مثل نادي أنجي هو نادي مرحلي يشارك فيه اللاعبون ليظهروا في البطولات الوطنية، وفي مراحل لاحقة نخسر تلك اللعيبة خلال مسيرتهم. فبالطبع سوء الحظ الذي لدينا في كأس العالم هو أن أناحي لعب بشكل جيد جدا، وتلقيت الكثير من المكالمات من أندية ألمانية أسبانية وفرنسية، وفي تلك اللحظة لن نتمكن من إبقاء اللاعب، فهو بالطبع لديه طموحات في كسب المزيد من المال، ونحن نحاول أن نستفيد من الصفقات المحتملة الممكنة، وأن نحافظ على مصالح النادي، وأن نحقق في نفس الوقت طموحات اللاعب. فبالنسبة لعز الدين أناحي تلقينا العديد من المكالمات والعروض الجدية من نوادي كبيرة، وأعتقد أن عز الدين سيكون من أوائل اللاعبين الذين سيغادرون، وهذا محزن لنا لأننا نحتاج إلى مجهوداتي في صفوف فريق أنجي، لأننا بدأنا الموسم هناك مشكلات تواجهنا، ولكن بالطبع سيكون من المفيد أن نحقق ربحا من أي صفقة محتملة، ولكن هذا بالطبع يزعجني قليلا. هل القيمة التسويقية لأناحي اللي بنسمعه على مواقع العالم يفوق ال 40 مليون يورو، ولا دي مجرد أرقام؟ أولا المعلومة التي خرجت تحدثت عن 45 مليون يورو، هذا لم نصل إليه، ولكن العروض التي تلقيناها تتراوح ما بين 25 و 35 مليون بالإضافة إلى مكافآت. وسنرى هل إلى أين ستتجه المفاوضات في هذا الأمر بما يحقق مصالح النادي ويلبي طموحات اللاعب. فنحن سنختار النادي الذي يلبي مصالحنا ويحقق طموحات اللاعب، وهذه الصفقة سنحاول أن نحقق التوازن بين اللاعب، مصالح اللاعب والنادي، والعلاقتنا جيدة جدا باللاعب ولن نختلف في هذا الأمر. فنحن بحاجة إذا كان سيستكمل معنا الموسم الحالي أم سيترك النادي، فإذا كانت هناك عروض نتمنى أن تتم سريعا حتى نرى إمكانية البحث عن لاعبين آخرين في حالة مغادرته. ما يخص بوفال، هل هناك عروض؟ لا، لم نتلقى عروض. فهناك ناديين أو ثلاثة لم مهتمون، ولكنهما لم يتواصلوا معنا بعد.
وهناك أندية من الشرق الأوسط مهتمة. فالمستوى الذي أظهره في كأس العالم نتوقع أن تصلنا عروضا بشأنه.